أهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا فيديو جديد اليوم إن شاء الله غنصايب واحد الكيك اللي كتجي أكثر من رائعة وبدون دقيق أبيض. سهلة وزوينة وكتجي لذيذة بزاف. على بركة الله مطولش عليكم. عندنا هنا في البول واحد 3 ديال البيضات، قبيصة ديال الملحة، كاس لاروب ديال السكر سنيدة، وساشي ديال الفاني. كنخلطوا الكل مع بعضياتهم هادو حتى كيبيض لنا الخليط. كتجي زوينة وكتجي لذيذة بزاف. هاد الكيك كنتمنى أنكم تجربوها، صراحة كتجي زوينة. كنخلطو مزيان مزيان، كنضربو الكل. ممكن انكم تستعملوا الطراول الكهربائي ولا الخلاط الكهربائي، فكيبقى لكم الاختيار، كل واحد يخدم بالشكل اللي كيلقاه ساهل ليه. بعد ما كدوب لنا ديك السنيده وكيبدا يبيض الخليط، صافي هنا كنضيفو نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الزيت. اللي كيبغي شويه الكيك يكون شويه زايد، انا صراحه تنبغيها تكون شويه ناشفه، فممكن انكم ديروا كاس لاروب. اللي بغى يدير كاس لاروب يديرو. بالنسبه لي انا نص كاس يعني كافي، ولكن كاين اللي كيبغيها شويه تكون، ما نقولوش مزيته، ولكن تكون شويه تجي فازقه شويه، فديروا كاس لاروب. هنا نضيف واحد الياغورت اللي هو طبيعي، وممكن نضيفوا الياغورت اللي بنكهه ديال الفاني. غادي نضيف هنا، وهذا هو السر، كيجي كيعطي واحد اللذه زوينه، معلقه ديال الجبن الابيض، معلقه كبيره ديال الجبن الابيض. اللي ما عندوش يدير واحد 2 حتى 3 ديال الفرماجات دوك المثلثين ولا المربعين. ديروا 2 ولا 3 ديال الفرماجات. هذا راه الجبن بلا ملحه. الا كان عندكم جبن مالح ما ديروش الملحه في الاول، ما ديروش ديك القبيصه د الملحه. بالنسبه لهاديك الكحه اللي كتشوفوا، غير ديال شويه ديال كنت حاطه المعلقه ديال الجبن فوق واحد شويه ديال اللوز والكركاع، غادي نضيفهم مكسرات. فداك الشيء علاش تهزات معاهم هذيك القشره، ولا شي شويه تهز معاهم. الجبن كي تشوفوا مع كان في الثلاجه جبدتو بارد يعني جامد، فغادي يخلي دوك الحبيبات. ماشي مشكل، غيذوبوا في الفران. غادي نخلط مزيان صافي حتى يتبان لي دوك صافي داك الجبن داب كله. ما جبدتوش قبل من الثلاجه، داكشي علاش. ده علاش خص يعني العناصر كلها نكونوا جبدناها من قبل من الثلاجه، هكا كتسهل علينا الخدمه. هنا كي تشوفوا كاس عامر ديال الفينو، كاس ممتلئ ديال الفينو، تقريبا 150 غرام عامر الكاس كله. كنضيفو بشويه بشويه، حنا عارفين الفينو يعني كيشرب، فما يمكنش نكثرو باش ما تجيناش الكيكه ديالتنا ناشفه. هنا درت كاس، باقي الخليط شويه خفيف. غادي نزيد هنا تقريبا هذا كاس لاروب، ولكن راه ما غنضيفوش كله، غنضيف غير بشويه بشويه حتى نوصل للخليط. خصو الخليط يبقى عندنا خفيف شويه، لان حنا عارفين الفينو كيشرب، باش ما تجيناش ناشفه وتجينا مدقصه. نضيف غير بشويه بشويه حتى نحصل على القوام اللي بغيت. تقريبا غتاخد معايا كاس ممتلئ ونص كاس 150 غرام، وواحد نص ديال 150 غرام تقريبا واحد 75 غرام، هي تقريبا واحد 220 غرام ديال الفينو. ما واصلاش تقريبا، ما بين تقريبا 200، تقريبا 200 غرام ديال الفينو اللي خدات معايا 2 كيسان. صافي هنا غادي نضيف 2 خمارات، وانا غادي نضيف هنا كاس معلقه معلقه ديال الحامض، ديال عصير الحامض. ممكن انكم تضيفوا معلقه ديال الخل. انا ضفت غير معلقه ديال عصير الحامض، ممكن انكم تضيفوا معلقه ديال الخل. صافي وتخلطوا. شفتوا القوام كيفاش دايره، كتبقى خفيفه بزاف. هذوك الحبيبات ديال الجبن راه بقاو شويه تيبانوا. انا ما بغيتش عاد ندوزهم في صراحه، غير جلست باش نعاود ندوزهم في الخلاط الكهربائي، فقلت صافي ماشي مشكل نكمل بهذا. هادو هما اللي قلت لكم، شويه ديال الكركاع، شويه ديال اللوز اللي قطعته، غناخذ منه واحد شويه. هاد المكسرات كيعطيوها واحد اللذه زوينه، ملي كتكون كتاكل وكتعض دوك اللوز من الداخل، وداك الكركاع كيجي زوين داك المذاق. صافي هنا المول ديالنا اصلا راه كيكون كندهنوه من قبل بالزبده، وكنرشوه بشويه بالفينو ولا بالطحين. كي تشوفوا القوام راه خفيف.
القوام كيكون خف من ديال الكيك، لان الفينو كي تشوفوا قلت لكم راه كيشرب باش ما تجيناش ناشفه. صافي وكنكبوه في المول ديالنا اللي كنكونوا دهناه من قبل بالزبده ورشيناه بشويه ديال الفينو ولا بشويه ديال الطحين. الفران دائما انا كنشعلو قبل على اعلى درجه. ملي كندخل الكيك كنزلو ل 170 180 بين 170 و 180. ما كتاخذش معاك بزاف د الوقت، تقريبا 35 دقيقه كانت موجوده. ملي كنخرجها وهي باقا سخونه كنتقبها هكا بقطيب ديال العود. غنزينوها بشويه ديال صلصه الكراميل اللي كتعطيها واحد المذاق رائع ولذيذ بزاف. صلصه الكراميل اللي بغاها راه عندي في القناه، تقدروا تشوفوا الطريقه كيفاش، راه ساهل بزاف وكيصدق معاك من اول مره. يعني ساهل تصايبوه لروزكم كيبقى عندكم ما كيخسرش، كيبقى مده طويله في الثلاجه، راه ما كيخسر ما حتى شي حاجه. هكا الوقت اللي صوبتو شي حاجه كتزينوا به دي كيك صابلي اي حاجه تصيبوها به، راه كيبقى مزيان عندكم في الثلاجه، راه ما كيخسرش وكيبقى هكا خفيف. يعني ما كيقصح ما حتى شي حاجه. تجمع شويه، ولكن غير مجرد ما تجبديه من الثلاجه صافي واحد شويه راه كتبدا يتطلق. صافي وزينتها بواحد شويه د اللوز ايفيلي وشويه ديال شويه اللي بقى عندي ديال اللوز الكركاع هكا، بعد ما دهنتها كامله بصلصه الكراميل. دوك الثقوب راه كتشرب هذيك الكراميل وكيهبط معاها لداخل. يعني كتاكلوها وهي معلكه بالكراميل، معلكه بداك شويه د اللوز والكركاع اللي ضفنا ليها. فنتمنى انكم تجربوها صراحه، راه كتجي زوينه بزاف وكتجي لذيذه. ما تسخوش بها تولي غير كيف ما تسالي تصايبوا واحده اخرى. انا قطعت واحد المورسو معكم هنا، شوف داك اللوز الكركاع تيبقى لداخل الحبيبات ديالو، فكتعطي واحد المذاق اللي هو زوين، وديك القرمشه ديالتهم كتجي زوينه. انا مازال هنا درت واحد المقصو في التبصيل، ومازال ضفت ليه شويه د الكراميل. قد ما كثرتوا لها الكراميل قد ما كتكون لذيذه بزاف وزوينه بزاف. نتمنى انكم تجربوها صراحه، راه كتجي زوينه بزاف. فحتى لهنا كنقول لكم عجبكم الفيديو ما تنساوناش من واحد لايك وتعليق، واللي ما تشاركش عندنا في القناه وكيشوف الفيديو لاول مره يتشارك ويفعل زر الجرس، وبارطاجيو لا فيديو مع الاهل والاحباب، وبشركم مبروكه. وحتى لهنا كنقول لكم تهلاو في راسكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه. شوف كيفاش خفيفه، يعني كي كدوز معلقه كتهبط فيها دغيا. نتمنى انكم تجربوها صراحه، راه كتستاهل التجربه وكتجي خفيفه تدوب في الفم.